هل تعلم من هو الرجل الذي قال عنه الشيطان: لو سلك عمر فجا لسلكت فجا غير فجه؟ إنه الفاروق عمر بن الخطاب، الذي كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا وبطولته عزا للمسلمين. قبل إسلامه كانت مكة تخشى بأسه، وبعد إسلامه صار الشرك يرتجف من ظله، فبمجرد أن نطق بالشهادتين لم يختبئ ولم يتردد، بل خرج إلى صناديد قريش وأخبرهم بإسلامه واحدا تلو الآخر، ثم التفت إلى المسلمين وقال: علام نختفي ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فخرج المسلمون في صفين، يتصدر أحدهما عمر والآخر حمزة بن عبد المطلب، ودخلوا المسجد الحرام جهارا، ولم تجرؤ قريش على مسهم بسوء. فكان ذلك اليوم هو الذي فرق فيه الله بين الحق والباطل، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك بالفاروق. لم يكن عمر مجرد حاكم، بل كان مدرسة في العدل والهيبة، جعلت كسرى وقيصر يرتعدان من مجرد ذكر اسمه. رحل عمر وبقي عدله ميزانا للبشرية، وقوته نبراسا للحق. سلام على من أعز الله به الدين، سلام على الفاروق عمر بن الخطاب.